انسوا بقى اي طريقة شوربة عملتوها قبل كده وتعالوا جربوا معايا شوربة الفراخ دي، بجد بجد مختلفة تماما. انا عملت 3 انواع شوربة من فرخة واحدة: شوربة لسان عصفور، شوربة فراخ بالكريمة، وشوربة عادية، والفرخة المشوية. والطعم ايه حكاية. وتعالوا نجيب الموضوع من البداية. هجيب الحلة وهنزل بحتة زبدة. اول ما الزبدة تدوب هنزل ببصلاية متقطعة، وبعدين هجهز مية مغلية. هدي البصلاية كده تقليبة خفيفة، واول ما ابدا اشم ريحة البصل هنزل بالفرخة. هبدا انزل بالفرخة والحلة سخنة، وده علشان تقفل المسام بتاعة الفرخة. بعدين هقلبها على ال4 جناب بتوع الفرخة علشان تاخد نفس اللون. وبعدين هنزل بجزراية متقطعة ترانشات. انا بقى جبت الاختراع ده، الحبهان اللي مجنن الناس كلها. هنجيب خلة سنان وهنعدي فيها حبوب الحبهان في قلب خلة السنان، منها ان هي تبقى متخرمة ومنها ان هي ما تتوهش في الشوربة، ونطلعهم كلهم مرة واحدة. بجد الطريقة دي اختراع. وهنزل بشوية فلفل حصى، 5 عيدان قرنفل، وبعدين هنزل بالمية المغلية اللي انا كنت بجهزها. وبعدين هنزل بكام ورقة لوري. بعدين هنزل بالملح واغطي عليها من ساعة الا ربع لساعة او لحد ما تستوي. بعد ساعة الا ربع فتحت على الفرخة واتأكدت ان هي استوت. بعد كده هبدأ اطلعها في اي بولة خارجية علشان تصفي الشوربة منها، واسيبها تبرد شوية. وعشان نجهز التتبيلة بتاعة دهن الفرخة هنسيح شوية زبدة وعليهم شوية ملح، فلفل اسود، بهارات، وبابريكا. هنقلب بقى كله مع بعضه وبس كده. بعد ما طلعت الفرخة وسبتها تبرد شوية هجهز شبكة وصينية. بعدين هبدأ أقسم الفرخة من ناحية الصدر. هنقسم الفرخة وهنفتحها زي بالظبط طريقة الفراخ المشوية. هنفتحها وبعدين نبدأ إن احنا نقسم الصدر بالنص ونفتحه بالطريقة دي. أجيب بقى الزبدة والتوابل اللي أنا عملتهم، هنزل على الظهر الأول، وبس كده. هندخلها الفرن ونشغل عليها الشواية لحد ما تاخد اللون المطلوب. واثناء ما الفرخة بتتشوي في الفرن هنبدأ ان احنا نجهز الشوربة بتاعتنا. هنصفي البصل والجزر اللي كانوا في قلب الشوربة ونحطهم في الخلاط ومعاهم شوية شوربة، وبعدين هنضرب كله في الخلاط. هنشتغل شوربة الكريمة وشوربة لسان عصفور. هنزل بحتة زبدة هنا وحتة زبدة هنا. هنا هنزل بشوية لسان عصفور، وفي الحلة التانية هنزل بمعلقة دقيق. هقلب الدقيق لحد ما لونه يصفر وريحته تبدأ تطلع كده، وبعدين هنزل بالشوربة. طبعا تحمير لسان العصفور مش محتاج شرح يعني. وبعدين هنزل عليها بكريمة لباني او كريمة طبخ. اول ما لسان العصفور يبدا ان هو يوصل للون اللي انا عايزه هبدا انزل عليه بالشوربه، وبعدين هسيب لسان العصفور يغلي في قلب الشوربه لمده 5 دقائق، وبعد كده هطفي عليه واسيبه علشان ما يشربش الشوربه كلها. هنبدا نغرف الشوربه العاديه وشوربه الكريمه وشوربه لسان العصفور. شكل الشوربه ما يدلش ابدا ان هي شوربه فراخ، شكلها بجد تحفه ولونها جميل، والطعم هقول لكم عليه بعدين. ودي شكل الفرخه بعد ما طلعت من الفرن، وده الشكل النهائي. يلا بينا ندوق علشان نشوف الكلام ده بيقول ايه. ابدا بانهي شوربه؟ هبدا بالشوربه العاديه. بسم الله. حلوه، حلوه، ملحها مظبوط، طعمها مظبوط، جميل. طيب نشوف بقى اللسان عصفور. بسم الله. حلو برضو، لطيف. نيجي بقى ايه للبرنسيسه اللي في النص. شوربه الكريمه بقى دي هي طبعا مصفره شويه كده علشان ضربت الجزر، لان هي المفروض الجزر بيتقطع وبينزل في قلب الشوربه، بس انا ضربته وده هو اللي خلاها تغير لونها. الله، الله، حلوه 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 قوي. طب بينا بقى ندوق الفرخه. امم الشوربه دي حكايه،
حكايه. الشوربه دي حكايه كبيره، حكايه كبيره، دي لازم تجربوها. لازم تجربوا شوربه الكريمه دي، طعمها في منتهى الجمال. انصحكم تجربوه، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتاكلوهم الاكله الجامده دي. اشوفكم في فيديو جديد.